اهلا بيكم مرة تانية. تعالوا بقى في عجالة كده سريعة احكي لكم عن مؤسس المدرسة المنشاوية في التلاوة. كنت اشرت ليه قبل كده، وهو مولانا صديق تايب المنشاوي. ده اتولد سنة 1898، وهو والد القراء الشيخ أحمد المنشاوي الذي توفى 1939، ومولانا محمد صديق تايب المنشاوي اللي توفى سنة 1969، ثم الشيخ محمود وحامد ومحمد. مولانا صديق تايب المنشاوي أسس المدرسة التي عرفت بالمدرسة المنشاوية في التلاوة. طبعا كان مثالا شديدا في التقوى والورع، وكان مثل كل حال المشايخ الأزهريين كريم وعنده عطاء شديد. وسبحان الله بالصدفة كان يقرأ القرآن ذات يوم في قرية العسيرات في سوهاج، وبالمصادفة كانت الإذاعة الموجودة في ذلك الوقت وسجلت له 20 شريطا. وحاولت الإذاعة إنه الشيخ صديق تايب المنشاوي ينقل سكن القاهرة، لكنه رفض. سنة 1953 سجلت له الإذاعة القرآن كاملا بصوته في شهر رمضان، وتوفى مولانا صديق تايب المنشاوي سنة 1984 يرحمه الله.